دي شكل اللازانيا بتاعتي، كله واخد نفس الشكل. صباح الخير على كل حبايبي. النهارده هنبتدي نشتغل لاسانيا. اللاسانيا هي أكلة إيطالية، يعني أقرب توصف ليها هي مكرونة بالبشاميل، بس مش المعروفة اللي عندنا في مصر. بتبقى لاسانيا بلاتور وبتحتوي على طماط صوص مع اللحمة، وبحط عليه باسيليكا على حسب الطعم اللي أنا عايزه، وتحتوي على البشاميل. طبعا احنا عملنا البشاميل في حلقة قبل كده، فأنا هاخد الطماط صوص اللي معايا، هبتدي اعمل نوعين من انواع اللاسانيا، لاسانيا فيجيتاريسك او لاسانيا نباتيه للناس اللي ما بتاكلش لحمه، ولاسانيا باللحمه اللي احنا عملناها ستيك. هبتدي من الطماط صوص بتاعي اخد للحله الثانيه، وطبعا الحله الثانيه هي فيها صويا فريش، فهبتدي اسقيها بالطماط صوص بتاعي وتاخد غلوه بسيطه. ابتدي انزل باللحمه المفرومه بتاعتي، وهنا طبعا زي ما انتم شفتوا كده اللحمه المفرومه بتاعتي تجانست في الصوص، وكده احنا جاهزين للاسانيا بتاعتنا. طبعا انا نزلت بالبشاميل، انزل معايا باللاسانيا بلاتور بالطريقه دي، انزل باللحمه بتاعتي، اوزع اللحمه على الصينيه كلها، وانزل معايا بشاميل مش كتير. هبتدي اوزع البشاميل على اللحمه واخلطهم الاثنين ببعض، بحيث ان هو يتجانس الطعم وكل شيء، واحس ان انا واخد كل الطعم في يمه واحده. انزل بالبلاطه بتاعتي بالشكل ده، وكده اكرر نفس العمليه، وانزل تاني باللحمه المفرومه بتاعتي واخلط بشاميل خفيف، وهرجع اعيد العمليه تاني، اوزع اللحمه بتاعتي على الصينيه تاني. وهاجي هنا في المرحله دي ابتدي اطعم جبنه ميكس عباره عن شيدر وموتزاريلا بالشكل ده، خفيف مش كتير، لان لسه هكس جبنه تاني من فوق. هبتدي بعد كده انزل باللسان بلاتور بالمنظر دون، واخر مرحله خالص ان انا اسقي او اغطي بالبشاميل بتاعي. هبتدي انزل بجبنه على الوش، واخر حاجه ابتدي امسح جوانب الصينيه بتاعتي عشان لما ادخلها في الفرن تكون نظيفه، فيبان نظافه الشغل بتاعي. وهاجي هنا على اخر مرحله ان انا ابتدي اخرم اللاسانيا بلاتور، بحيث ان البشاميل يخش في البولونيز والبولونيز يخش في البشاميل، وتبتدي الصينيه ما تفصلش مني او ترفع من الجوانب. خدها بالمنظر الجميل دون، وابتدي ادخلها الفرن. دي شكل اللاسانيا بتاعتي، كله واخد نفس الشكل، وكده يبقى احنا خلصنا اللاسانيا.